العبد إذا صدق مع الله صدق الله معه، وقد يغفر الله للعبد باليسير من العمل، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث الثرى فنزلت إلى ركية أي بئر فملأت موقها أي خفها فسقته فشكر الله لها فغفر ذنبها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بينما رجل يمشي إذ رأى غصن شوك فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له ذنوبه. فالله كريم، وكرم الله ليس له منتهى، وخاصة إذا عمل العبد العمل مستشعرا عبوديته لله وطامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كريم. وفي الحديث الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير العمل قد يكون سببا موجبا للمغفرة، مغفرة تحجب صاحبها عن النار.